يسعد صباحكم ومساكم يا رب. إن شاء الله يا رب تكونوا بخير. رح نعمل أكلة سورية طيبة وسهلة كتير. يلا نبدأ. نقطع بصلة جوانح ونحط لها زيت زيتون، وبس يتغير لون البصلة نحط البطاطا اللي مقطعة مكعبات، نحط لها شوية مي وشوية ملح ومنتركها على نار هادي لحتى تنضج البطاطا 3/4 نضج. بعدين بنحط الباذنجان المقطع مكعبات كمان، وبنحط صلصة البندورة ومرتبها فوق البطاطا ترتيب، ما بنخلط أبدا. نحط شوية ملح كمان، ونحط شوية مي وبنتركها لحتى تنضج المواد كلها. نحط لها فلفل أسود، وهون بنبدأ بنحركها لأنه نحنا بنكون متأكدين إن البطاطا أصبحت ناضجة. نحط الريحان، أنا بحب الريحان مع الأكل، مع هيك أكلات. بنحرك طبعا هون بهاي الحالة مشان نتأكد إنها هي فعلا البطاطا استوت. ناخد قطعة نجربها. وألف صحة وهنا على قلبكم. هاي الأكلة اللي احنا بنسميها بمدينتي أنا بمدينة حمص الكواج. بمدن السورية البقية ما بعرف شو بسموها، يا ريت تكتبونا بالتعليقات شو بتسموها الأكلة عندكم، أو بالدول العربية إذا بتعملوا هاي الأكلة شو بتسموها. نتبادل التسميات. أكل كتير طيبة وأنا بحبها كتير كتير. حبيت أعمل هالفيديو بصوتي لأنه هاي الأكلة أنا كتير بحبها. كل الأكل طيب بس هالأكلة أنا بحبها كتير. وشكرا لكم.